ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات جايه لكم فيديو بسيط هعرفكم ازاي أنا بمشي طول الشهر. أنا طبعا البطاطس لا غنى عنها. البطاطس دول عاملين 60 جنيه. الصراحة كان يعني ايه بتنقيها منها فيها. يعني ايه منها فيها؟ يعني وسط على كبيرة. فأنا بقى جبت السباتين دول جداد يعني وكده، قلت هنقي اللي هي الوسط لوحدها والكبيرة لوحدها. الوسط دي بقى بنسلقها نعملها جنب كشري مصر، كشري أصفر، اللي هو الكشري الأصفر اللي هو بعدس أصفر، أو رز بشعرية، أو جنب رز أبيض طبعا ما تحبه. والبطاطس الكبيرة بحطها لوحدها بحمرها أو أعملها صينية بطاطس. وبوريكم هنا بطاطساية جت كده في وسط البطاطس، لازم يجي واحدة كده أو اتنين مخرمة كده، فحطيتها على الوش عشان لو حطيتها تحت هتبوظ البطاطس، فناخد بالنا للنقطة دي. هنا بوريكم اهيت حطها على الوش. دول ب60 جنيه. هتقولي هيكفوك الشهر؟ هيكفوني الشهر لو احنا مش مشينا كده بنظام كده، هيكفونا الشهر. هنا كنت محتاجة زبدة، فملقتش الكيلو. فانا بنصحكم يعني تجيبوا الكيلو هتوفر معاكي كتير، فانا ملقتش فجبت نص. فطبعا كيلو هتكفي معاكي الشهر. فانا بقطعها كده بدرجة حرارة المطبخ، فبقطعها قطع واحطها في حفصة واحطها في التلاجة، ما بحطهاش في الفريزر. تيجي تطبخي تاخدي اللي هي القطعة مع نطرة زيت، علشان لو حطيتها لوحدها نزلتها لوحدها بتتحرق وكده، لازم نطرة زيت صغيرة عشان متحرقش منك. هنا طبعا القالب اوفر لك كتير في حتى في السعر، وهيكفيك الشهر كمان. هنا كنت حطيتها في الحفصة اللي هي بلاستيك كده، بحطها في التلاجة وما بتخلص. انا الصراحة بجيب الكيلو بيكفيني الشهر. لو مشيت على النظام هيكفيني الشهر. كل حاجة يا بنات لازم نمشي بها على نظام. هنا هلف الورق كده واحطها في الكيسة ديت. كانت اتلبست بقى منها وقمت حاططها في الزبالة، اعزكم الله. هنا كنت جايبة كيس ملح كيلو. فطبعا البرطمان كنت غسلاه ومنشفاه حلو. هنزل بالملح هحطه بقى في البرطمان بتاعه، وهيفيض نطرة صغيرة. هقوم لفة الكيسة واقوم عيناه، اول ما البرطمان ينقص هقوم نازلة بالشوية الصغيرين. هنا عبيته في البرطمان وبمسحه كده وبلف ده. اول ما البرطمان ينقص اقوم حاطه الشوية دول. هنا كنت برضك الكيس الملح ده يعني مش هيكفيني الشهر ولا حاجة. انا عندي كيس تاني يعني. فهنا كنت عندي تسبيكة في الفريزر من رمضان، نزلت بالبصلاية صفرتها ونزلت بالتسبيك، حطيت فلفل اسمر وملح ونقطة سكر صغيرة عشان الحموضة. وكان عندي وجايبة لوبيا، دي ربع كيلو ب20 جنيه، لوبيا ام عين سمرة. كانتش موجودة اللي هي كنت عايزة ام عين بيضة، قال لي مفيش الا ديت فجبت دي. فهقضي برضو النهاردة نقضها كده. فكنت برضو جبت التموين فجايلي زيادة، فاداني زيادة زيت. وجبت ازازتين زيت وجبت انا تمويني 3 سكر و3 زيت. هنا بقى يعني انا في تموين 3 سكر و3 زيت. والشاي لا تاخدي شاي لا تاخدي مكرونة. هو اداني الشاي اللي هو بتاع التموين، فقلت زي بعضه هجيبه وهقلبه على الشاي اللي هو في البرطمان، يعني احط الباكو على شوية شاي العروسة. فهنا انا اداني مكرونة بقى اللي هي الزيادة اللي جاية، قال لي لا شاي لا برضك لا مكرونة. خدت باكو شاي العروسة وخدت الكيسان اللي هو مكرونة، وخدت ازازتين زيت وكيسان سكر. هنا دول بقى يكفوني الشهر. يعني ايه تموين؟ لو انت بتجيبي تموين طلع لك فرق عيش، هتجيبي فرق العيش مثلا زيت سكر، اي الحاجات اللي انت بتحتاجيها في البيت. ممكن يكفوك الشهر لو مشيتي بنظام. هتقولي ازاي هيكفوني الشهر؟ يعني مثلا
انت لو جايبة سكر بزيادة هيكفيكي، هتقدري تمشي على قدك. مفيش، احنا خرجنا من رمضان وكنا بنستهلك سكر كتير والعصير خلص. لو ده هيكفيكي لو انت مشيتي برضك بالنظام بتاعك، وكل بيت تبع احتياجاته، دول هيمشون ان شاء الله الشهر. طبعا يا بنات هبقى انزل لكم حاجات برضك اللي انا بجيبها بالشهر، وبقعد بقى عليها طول الشهر، وهقول لكم ازاي توفروا يبقى معاكوا قرش، لان القرش حلو برضك يعني. البيت فيه كل حاجة، وبرضك الفلوس برضك لازم تكون معاكي قرش تقدري تمشي بوه كده